السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنجاوب مع بعض تاني نموذج من نماذج امتحانات لمادة الدراسات الاجتماعية لآخر العام لعام 2023. طبعا الامتحان بتاعنا بيبدأ بأول قسم في الجغرافيا، وأول سؤال فيه هو الخريطة. أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. أنا 5 أرقام وطالب منك تعرف كل رقم في دول بيدل على إيه. 1. دولة منتجة للفوسفات ومكانها هنا. ممتاز يا سنة تانية، أكيد دي المغرب. 2. دولة منتجة للحديد. ممتاز، هنا موريتانيا. 3. المحيط. ممتاز جدا، الهندي. 4. يمثل الرقم زراعة على. طبعا منطقة زراعة على ايه؟ ممتاز جدا، منطقة زراعة على المطر، لان هنا موجودة في المكان المحدد في دولة اليمن. 5. تحتل المركز الثاني في زراعة الأرز ومحدد على المكان ده، فأكيد دي طبعا ايه؟ العراق. وقال معانا اختر الإجابة الصحيحة من ما بين قوسين. تعتمد الزراعة في جنوب شرق الوطن العربي على الأنهار، الأمطار، البحيرات، العيون. طبعا لو هنحدد في جنوب الوطن العربي وكمان من ناحية الشرق، فإحنا كده ممكن نتكلم عن الصومال وكمان اليمن. فالصومال واليمن الاتنين اعتماد الزراعة على ايه؟ ممتاز سنة ثانية، طبعا على الأمطار. 2. من الصخور الاقتصادية المرتبطة بالنشاط الزراعي، هل هو الحجر الجيري ولا الكبريت ولا الفوسفات ولا الزنك؟ ممتاز، طبعا الفوسفات. 3. ترتبط الصادرات في الوطن العربي ب، احنا دايما صادراتنا بتكون بايه؟ هل المواد الخام، الملابس، السيارات، التكنولوجيا؟ ممتاز جدا يا سنة تانية، اكيد المواد الخام. أي من الخامات المعدنية الآتية تدخل في صناعة البطاريات؟ هل المنجنيز، النحاس، الرصاص والزنك، الحديد؟ ممتاز، الرصاص والزنك اللي بيتم منه صناعة البطاريات. تاني سؤال، تاني نقطة معانا هنا، من النتائج المترتبة على تنوع مقاومات الجذب السياحي في الوطن العربي. يعني سنة تانية ان احنا هنذكر ان بما ان مقاومات الجذب السياحي متنوعة في العالم العربي او الوطن العربي، ترتب على ذلك تعدد انواع السياحة في الوطن العربي، فمنها السياحة العلمية والثقافية، ونعدد كل الانواع زي السياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية والسياحة الدينية. الثانية في ما النتائج المترتبة على تذبذب العلاقات العربية بما بين علاقات تعاون وخلاف. بالنسبة للتعاون الاقتصادي، طبعا الدول العربية بما انها في اوقات بتكون في تعاون، وبما انها في اوقات تانية بتكون ما بينها وبين بعضها في خلاف، ولكن ده بيأثر من الناحية الاقتصادية. طبعا هنذكر ان ترتب على ذلك تأخر الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. السؤال الثاني في الجغرافيا، صوب ما تحته خط. قصدنا هنا 4 عبارات، ومطلوب منك ان انت تصحح كل كلمة خطأ موجودة في العبارة. اول عبارة، تعد دولة المغرب أولى الدول المنتجة للتمر، أو أولى الدول العربية إنتاجا للتمر. هل هي المغرب؟ لا طبعا خطأ، وإنما إيه؟ ممتاز يا تانية، أكيد العراق. 2. معظم صناعات الوطن العربي صناعات تحويلية. طبعا مش تحويلية، وإنما إيه؟ برافو، أكيد استخراجية. 3. زيارة عيون موسى في مصر من السياحة الترفيهية، إنما إيه؟ ممتاز، أكيد من السياحة العلاجية. 4. يزرع الأرز في معظم دول الوطن العربي وتحتل سوريا المركز الثالث في إنتاجه. لا طبعا هو إيه؟ ممتاز السنة تانية، أكيد القمح. نقطة ب في السؤال التاني معنا، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية. 1. السلع والمنتجات والخدمات التي تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى، احنا بنسميها ايه؟ ممتاز، الواردات العربية، طالما احنا بنشتريها فاسمها واردات. 2. مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام، احنا بنسميها ايه؟ ممتاز، الدخل القومي. 3. هي اتفاقية وقعت بين الدول العربية أدت إلى خفض الجمارك، الاتفاقية دي بنسميها ايه؟
برافو يا سنة تانية. اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية. جيم في آخر سؤال في الجغرافيا، وهو ما العلاقة بين زيادة حجم الواردات العربية من الخارج والعلاقات التجارية العربية؟ طبعا حيث أن هذه الزيادة تدل على ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية، وبالتالي بتؤثر بالسلب على العلاقات التجارية العربية. ودي العلاقة اللي بين زيادة حجم الواردات من الخارج أو من الدول الغير عربية وعلاقتها بالعلاقات اللي فيما بيننا كدول عربية. ويلا نبدأ الجزء الثاني من الامتحان في التاريخ. وأول سؤال نقطة ألف، من هو؟ اعتبره المؤرخون المؤسس الثاني للدولة الأموية. مين؟ ممتاز، هو عبد الملك ابن مروان. 2. ازدهر في عهده العلم وقرب إليه العلماء في عصر الدولة العباسية. سنة تانية، طالما أنا بذكر إن هو ازدهر في عهد العلم، يعني كان في حاجة طبعا نشطة أو كان في حاجة بارزة بخصوص العلم في عصره أو في خلال توليه الحكم. مين هو ده وإيه الحاجة دي؟ عموما هو مش طالب منك إيه الحاجة، وإنما طالب منك تعرف مين هو. الحاجة دي سنة تانية طبعا هي ترجمة ترجمة إلى اللغات التانية لكل الحضارات. فالكلام ده كان في عهد مين؟ ممتاز، أكيد في عهد المأمون. 3. تصدى للحملة الصليبية الثانية سنة 542 هجرية 1147 ميلادية. من هو؟ ممتاز تانية، أكيد ده نور الدين محمود. طرد الصليبيين من دمياط. ممتاز جدا، الملك الكامل. نقطة ب هنا معانا بما تفسر. 1. ظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني. يعني سنة تانية احنا فاكرين ان ده بيرجع لعدة اسباب، منها ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني، زائد استعانة الخلفاء العباسيين ببعض العناصر الغير عربية كالفرس والاتراك، زائد كمان موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد. كل الأسباب دي أدت إلى ظهور الدول المستقلة في مصر. الثانية في بما تفسر اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش. يا ترى إيه سبب اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش؟ ده بيرجع إن كان في عهده كان موجود عدة ثورات، وكان من أجل القضاء على الثورات التي نشبت في عهده، وكمان محاربة الروم. 3. بما تفسر عقد ريتشارد قلب الأسد صلح الرملة مع صلاح الدين الأيوبي. ده طبعا بسبب عجز ريتشارد قلب الأسد عن هزيمة صلاح الدين الأيوبي في الحرب التي خاضها ضده. نقطة ج، ماذا يحدث إذا لم يعترض الخليفة العباسي على توليد شجر الدر حكم مصر؟ طبعا لكانت استمرت شجرة الدر في حكم مصر، ولما تزوجت من شجرة الدر من عز الدين أيبك وتنازلت له عن الحكم، وبالتالي لم تقم دولة المماليك في مصر. والسؤال الرابع في الامتحان أو السؤال الثاني بالنسبة للتاريخ، هنا اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. عام تنازل فيه الحسن ابن علي عن الخلافة الإسلامية حقنا لدماء المسلمين. العام ده كنا بنطلق عليه بعام إيه؟ ممتاز، عام الجماعة. 2. معركة انتصر فيها العباسيون على الأمويين ليعلن بعدها قيام الدولة العباسية. ممتاز سنة تانية، أكيد معركة الزاب. 3. طريقا بحريا اكتشفه البرتغاليون وكان سببا في انهيار دولة المماليك. ممتاز، أكيد ده طريق رأس الرجاء الصالح. جماعة دخلوا الإسلام من غير العرب من البلدان المختلفة بيطلق عليهم. ممتاز، الموالي. نقطة ب، أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يأتي. 1. اهتمام الخليفة الوليد ابن عبد الملك بالعمران. يا ترى ايه الدليل ان كان الخليفة ابن عبد الملك مهتم، الوليد ابن عبد الملك مهتم بالعمران؟ طبعا بيرجع انه حيث انه هو بنى المسجد الاموي بدمشق واعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، زائد انه هو وسع الحرم المكي بمكة المكرمة، زائد انه هو مهد الطرق وحفر الابار.
النقطة التانية في أيد بالأدلة التاريخية على التسامح الديني لصلاح الدين الأيوبي مع أهل بيت المقدس. طبعا الدليل على ده حيث أنه هو عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، زائد أنه هو أعفى شيوخ الفقراء والأطفال عن أو من دفع الجزية. آخر سؤال هنا، ما رأيك فيه ما فعله المغول عند دخول بغداد؟ طبعا ما فعله المغول يدل على الوحشية، حيث أنهم قاموا بتخريب البلاد وقتل الآلاف من الرجال والنساء، زائد سلب الأموال والكثير من الأعمال التخريبية الأخرى التي فعلوها ببغداد.